دي كوبايه زيت انا مطلعاها من الفريزر، هعملها لك باسرار الشركات اللي بيخبوها عننا، وانسي ان انت تشتريها من بره تاني. انزلي بكوبايه الزيت كده، اهم حاجه تكون طالعه من الفريزر، حطيها لمده ساعه. بجد مش هشتريها تاني من بره، وده سر من اسرار الشركات. طب يلا بينا. كوبايه زيت تكون في الفريزر بقالها ساعه، تمام كده. هاتي كده برضو كوبايه لبن، وبرضو تكون طالعه من الفريزر ساعه، يعني دخلي كوبايه لبن وكوبايه زيت ساعه في الفريزر، وانزلي بيها كده على الزيت. بصوا شايفين تلجة كده برضو من الفريزر، يعني كده كوبايه لبن وكوبايه زيت من الفريزر، تمام كده. وفي قلب شفشق الخلاط بتاعك، تمام. كده تروحي نازله عليهم بمعلقه من الخل كده، وانزلي عليهم بقى برشه من الملح كده، ويلا بينا بقى عشان ايه، نبدا ان احنا نضربهم ونشوف هيطلعوا معانا ايه. نسمي ومعلقه من الخل، سوري، بسم الله. معلقه خل، تمام. ملح اهو، ملح من البرطمان، معلقه من الملح او رشه ملح صغيره، تمام كده. بعد كده هنعمل ايه تاني؟ نشوف. لو نبدا نضرب. بصي هوريك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. نسمي بسم الله ونضرب اهو، والله قلنا بسم الله وصلينا على الرسول، تمام. ونشوف هيطلع معانا ايه. كل ده انا لسه معرفتش الوصفه عباره عن ايه، تمام. هنضرب بعد ما اتضرب بصوا عامل ازاي، شايفه؟ نشوف القوام. تعالى هنا يا خلاط. انا شايفه القوام ماشي. طب ما عرفناش برضه هو ده ايه بقى عندك بسم الله ما شاء الله مايونيز بيتي. بصوا باربع مكونات فقط، زيت وحليب وخل وملح. انا عايزه اقول لك كمان لما بقى عندك مايونيز، تمام. اوعي تشتريه بقى تاني من بره، واعمليه بنفسك في البيت. بصوا يا جماعه، بصوا القوام، ولما تضيفيه في التلاجة القوام هيتقل اكتر، ما شاء الله. بصوا تحفه. انا مبهوره والله ان انا عملت المايونيز سهل جدا جدا كده في البيت بكل سهوله. ولا مش مايونيز، اوعي تشتريه من بره تاني. هي دي اسرار الشركات اللي بيخبوها عنك، ما تنسوش. حاجه كده وهم، جربوه. وببعت قلب للشيف هيام محمود القمر على الوصفه القمر دي.